سوريا، اللي بيحصل في اليمن، اللي بيحصل في ليبيا، السودان، واللي حصل في السودان قبل كده. فبالتالي ده وده اللي مخلي فيه على هذا الحراك العالي جدا في المنطقة. ودايما استراتيجية الهدم من الداخل بيلعب على الفروق العرقية والدينية والمذهبية اللي داخل الدولة، بحيث الدولة بيغذي الطائفية بالظبط كده. لأن هو مش هنلاقي زي الشكل القديم للحروب التقليدية عدو جاي من الخارج. وبالتالي ده اللي عمل هذا الحراك العالي جدا، وده له تأثير شديد. طيب. وبياخد وقت طويل. الحقيقة ليا سؤال جوهري في الحتة دي، بس لا هأجله لنهاية الحلقة. تمام. لأنه هيبقى يعني ممكن بقى نعمل له حلقة لوحده. نعمل له حلقة لوحده. طيب دكتور فكري، هل يمكن القول بأنه ما يحدث من صراع على الموارد الطبيعية الموجودة في بعض المناطق ده نوع من الصراع؟ يعني الموارد الطبيعية احنا عارفين ان مصر هيبقى فيها غاز، وان مصر عليها العين، وان مصر هتبقى مفتاح من مفاتيح الغاز الطبيعي في العالم، وان في المسار الروسي اللي عامل خط الشمال وخط الجنوب والسيل الشرقي والسيل الشمالي، وان امريكا داخله في القصه. طب هل دي القصه دي مطروحه؟ الخطه دي ماشيه؟ اكيد بالطبع. طبعا الموارد هي يعني التي تحرك لعاب الاخرين. يعني كتبت مقالا منذ اكثر من 10 سنوات او اقل، قلت عنوانه البترول الافريقي يثير اللعاب الامريكي. ففكره المصالح هي يعني تدور السياسه اينما وجدت المصلحه. طب اسال حضرتك يعني سين وجيم كده، اتفضل. نيجيريا عشان فيها قلق دلوقتي، هم محتاجينها، الاستعمار محتاجها، مفيش فيها كلام. موارد طبيعيه للبترول. نيجيريا احد الموارد البتروليه الهامه في افريقيا، ويعني هي التي تحرك القوى الكبرى شمالا وجنوبا. والصين لا ننسى ان الصين يعني لها دور كبير جدا في افريقيا. وافريقيا كما يقال انها يعني فيها غذاء العالم كله. يعني منطقه يعني مليئه بالثروات الطبيعيه. وزي ما قلت لحضرتك ان اينما تكون المصلحه تتحرك السياسه في اتجاه. يعني غياب الدور العربي هو الذي اعطى الفرصه لقوى اقليميه اخرى ان تتحرك في المنطقه. غياب الدور العربي يعني اذا كان تحط ايدك على الشجون اللي بتوجعنا يعني ما فيش كلام. يعني كم نادينا احنا اقدم من الاتحاد الاوروبي زمنا وتاريخا. يعني الجامعه العربيه هي اقدم في انشائها من الاتحاد الاوروبي. شوف هم وصلوا الى كل حاجه. حضرتك لسه كنت بتقول مثال دلوقتي حول اليونان مثلا. يعني مثلا يعني لم يعني ترى غضاضه دول الاتحاد الاوروبي في ان تقبل اليونان كعضو في الاتحاد، رغم كلنا نعرف يعني مستوى الاقتصادي في اليونان عامل ازاي، لكن قبلت. يعني تخيل هذا المنظور اذا عملنا اسقاط على الواقع العربي، نحن لم نتحرك حتى ولا يعني ولا مرحلة واحدة من المراحل التي قطعتها ارجع للست اللي هو اللي عندنا مثلا على سبيل المثال سد النهضة. هو مشروع المفروض ان هو داخلي جوه اثيوبيا، ومفروض ان هو من احد المشاريع الاستثماريه بالنسبه لهم، ويعني خير بالنسبه للاثيوبيين. لكن هو سوف ينعكس بشكل او باخر على حصص مصر والسودان، وهم يعني تاريخ مصر هبه النيل ده من ايام الفراعنه. كيف نتخلى وكيف نستيقظ في نفس الوقت؟ كيف نسمح وكيف نتعاون وكيف نستيقظ؟ هو طبعا يعني سد النهضه الجزء اللي اتبنى في هذا السد يعني بمعنى اصح هو حله عسكري ولا سياسي ولا اقتصادي؟ لا أنا ولا يعني بص يعني عشان نبقى واقعيين، لو في حل عسكري، الحل العسكري بعد الحل العسكري هيحصل صدام ويحصل مشاكل. صحيح. وهتقعد تحل في هذه المشاكل، نعالج اثارها يعني وتعالج اثارها بقى، اثار مشاكل اضافه الى اثار مشاكل للسد. يعني هيبقى في مسارين من المشاكل، مسار نتيجه المشاكل العسكريه والتدخل العسكري، ومسار اخر نتيجه للمسار الخاص ببناء السد نفسه. صح. فبالتالي الدبلوماسيه المصريه الحقيقه يعني تحركت باسلوب يعني واقعي وعملي وقانوني برضو، لان انت هتجيب بيت خبره ويشوف الموضوع شكله ايه ويتعامل معاه بصوره واقعيه وصوره في اطار تعاون. وانا فاكر كلمه السيد الرئيس الحقيقه كانت كلمه يعني مختصره ومعبره، قال يعني احنا اخترنا ان احنا نبني مع بعض. صح.
فبالتالي هذا الإطار التعاوني في أفريقيا هم بيقدروه جدا. الأفارقة بيقدروه. طب احنا معالجتنا للموضوع دلوقتي اعتقد اختلفت. يعني غير التسجيل اللي هي يعني الحلقه لا السريه لا 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 يعني دي معالجه ثانيه. اسلوب رجال دوله، مش كده؟ اسلوب رجال دوله. نعم صحيح. اسلوب رجال دوله. ممكن الدكتور يعني ليك تحليل اسلوب رجال دوله يعي المشكله ويتحرك في اتجاه الحل، وفي اتجاهات متوازيه، اتجاهات فنيه واتجاهات قانونيه، وفي اطار تعاون، وان هم يقبلوه وراصد هذا القبول شكله ايه. لا وكان حتى رئيس الوزراء سعيد كان هو بيسلم على رئيس السيسي في الاخر مؤتمر. ايوه عنده في روح تانية في بالظبط كده بالظبط. فانا رايي ان هذا الحل ولو انه بيتحرك يعني يمكن احنا نفسنا الحل بسرعه طبعا. لكن هذه الامور يعني بتتاخد بهدوء، بتتاخد بهدوء وليها وقتها، لانها عشان هي مصير شعوب مش مصير وعشان تتحل حل نهائي. يعني قد يكون الاسراع في الحل لا يؤدي الى الحل السليم، والمشكله ترجع تاني تعيد من جديد وتبدا من نقطه البدايه. طيب. او من نقطه اقرب من انا هسال حضرتك سؤال قبل ما انقل للدكتور. اتفضل. احنا مالناش القوى الناعمه ملهاش دور مع اثيوبيا، وخاصه ان الكنيسه المصريه كان ليها دور رهيب وجميل وعظيم. بص دي تركت فترات طويله. وآن الاوان ان احنا قوتنا الناعمه في افريقيا، يعني شوف القوى الناعمه في لمصر بس بعيدا عن الكوره. لا الكوره دمرت لنا علاقاتنا. كانت في بعد ثوره يوليو كانت شكلها ايه؟ كنا محتضنين. الفن والمسرح والسينما واللقاءات والندوات. يعني الحقيقه يعني آن الاوان ان احنا يعني يمكن تجربه اليونان وان احنا ازاي الاتحاد الاوروبي احتضنها، احنا نحتضن هذه الدول ونتعاون معاها، وهم عندهم استعداد عالي جدا للتعاون الحقيقه. يعني هم عارفين قيمه مصر. وعارفين قيمه مصر، وعندهم استعداد لما يعني بتتقدم في اتجاههم خطوه بيتقدموا هم في اتجاه خطوات. انا هسمع تعليق حضرتك يا دكتور. والله الحقيقه بس اديني فرصه في النقطه دي شويه عشان الرئيس السيسي قال جمله عظيمه قوي. قال لهم نحن نعلم ان اهميه السد بالنسبه لاثيوبيا من ناحيه التنميه، وتعلمون ان النيل بالنسبه لنا حياه. يعني يحزنني بعض وزراء الري السابقين الذين يعني يقولون أن هذا الإطار أو هذه الاتفاقية الإطارية لم تكن محكمة ولم تكن كذا وكذا وكذا. هم كانوا في الوزارة فترة طويلة من السنوات. ماذا قدموا؟ يعني المعارضة لمجرد المعارضة هذا شيء مذموم. لكن قل لي ما هو البديل؟ احنا بنينا على النوايا الطيبة والرغبة في المشاركة والرغبة في المشروعات المشتركة، ونبني على هذا. ما هو البديل؟ يعني احنا اشتكينا اذا كانت اثيوبيا ترفض الاتفاقيات 29 و59، لا، رجال القانون يقولون ان هناك يعني اشياء راسخه في القانون الدولي، اتفاقيه فيينا والاتفاقيات المتوارثه. هذا يعني ايه معلوم لدى القانونيين. يعني احنا يعني كل الدول المانحه كانت حاضره هذا الاتفاق، هذا التوقيع. هذه الدول عندما رفعت مصر شكوى للأمم المتحدة توقفت عن الضخ أو التمويل، وعند توقيع هذا الإطار حضرت كل الجهات المانحة. نحن نشهد العالم على هؤلاء. وفكرة إن يوجد في الإطار كلمة الاحترام والالتزام، وهل الاحترام يؤدي إلى الالتزام؟ يعني نعم، الاحترام هو الطريق إلى الالتزام. وبعدين حتى لو تلاحظ حضرتك في كلمة الرئيس السيسي قال لهم مش عايزين نناكف في بعض. يعني هذا الرجل كل الأوراق مطروحة. يعني وأحد المتخصصين في المياه يقول إذا لم تستطع أن تحضر إليك المياه فاذهب إليها. صحيح. يعني هي مسألة. صح. يعني الدكتور علي الغتيت الله يكرمه قال جملة عظيمة جدا: لم تعد المياه مسألة ترفيه، يعني مسألة حيوية أو طبعا. مسألة، لا، ده مسألة مصير طبعا. وجود أو لا وجود. فيعني نحن هذا السد هناك 4 أخطار أو 4 مناطق نراها نحن المتخصصون أنها تهدد المصالح المصرية. هذه النقاط ال4 هي في ارتفاع السد وحجم التخزين والبحيرة التي تنشأ بعد بناء السد. يقولون أنها ستصل إلى مسافة 20 كيلو وسيحدث تسريب بلا شك.
لكن كيف نحدث تعويضا لهذا الفاقد، هي دي بقى اللي احنا عايزين نشتغل عليها. وعايزين هذه فرصة ألا يعني أن نتفق مع أثيوبيا ألا يرتفع السد عن 90 متر. هذا أقصى مستوى، لأن حضرتك كما تعلم إذا تم بناؤه على مستوى 148 متر سترتفع التوربينات، وهناك مسألة الطمية التي تحجز سيؤثر بلا شك على المورد المائي المصري وجودة المياه نفسها. يبقى إقامة مشروعات بديلة في أماكن مختلفة في فاقد 142 مليار متر مكعب من المياه. طب احنا دلوقتي يعني بالبعد الاقتصادي برضه عندنا يعني مثلا على سبيل المثال أنا قريت أخبار إن المقاولين العرب بتنفذ شبكة طرق عندهم من أطول شبكة الطرق الموجودة، وتقريبا نفذت 98% منها، وإن احنا قادرين على الوصول. يعني عزيزي الفاضل، هل تتخيل احنا طرحنا فكرة أن ربط حوض النيل بالبحر المتوسط؟ يعني نافذة على البحر المتوسط. أيوة. وستكلف مصر الكثير لكننا مستعدون. هذا يعني بيوجد لهم أمل، يبين لك قدر الرغبة في المشاركة. نحن معكم في كل المشروعات ولا نقبل، لكن هي الفكرة أن هذا السد في مكانه ليس مشروع تنمية. هناك أماكن أخرى في أماكن منحدرة تعطي كمية من الطاقة المنتجة أكثر بكثير من هذا المكان. طب دلوقتي في لجنة مشتركة وفي شركة استشارية، يعني المفروض إن هيبقى فيه رد فعل. أنا عندي ملاحظات على اختيار المكتب الاستشاري. هو كان مفترض يبقى مكتب استشاري واحد، لكن اثيوبيا اختارت المكتب الفرنسي واحنا اخترنا المكتب الهولندي. للأسف لما حصل عدم اتفاق السودان تدخلت وقالت يعني ممكن أن نختار مكتب استشاري رئيسي ومكتب استشاري فرعي. فكرة الرئيسي والفرعي دي بتعمل عندي علامة استفهام. وبعدين يقعد 11 شهر، يعني كان المفروض من 18 شهر زي ما عايزه اثيوبيا، فاقترحت السودان ان هو يبقى 11 شهر. هيكون الجسم السد اتبنى كاملا، هو الان 60%، على اخر العام يبقى 110 متر. هيبقى قدام امر واقع. فاحنا يعني احنا نبني على اخلاص النوايا كما قال السيد الرئيس. ونحن نرغب في المشروعات المشتركه التي تعم بالخير على كل الدول. طيب سيادة اللواء، في أدوار كبيرة شهيرة في الحياة المدنية للمؤسسة العسكرية. على سبيل المثال أذكر من الثمانينات لما بدأوا بخط الغاز في الهرم وفي الجيزة، وكنا نشوف القطاع المدني. طبعا دي كانت بداية جميلة. وبعدين كان في كفاءة وإنجاز سرعة وأمانة. طيب وأمن طبعا. الجزء المهم في المسألة إنه المؤسسة العسكرية فيها قطاع مدني بيشتغل كبير، فيها مهندسين، بتبني أندية، بتبني فنادق، بتعمل طرق، يعني فيها حاجات جميلة جدا. في جزء منها أيضا جزء علمي زي أكاديمية ناصر العسكرية. هي مؤسسة علمية بالدرجة الأولى. إلى أي مدى ممكن تؤثر هذه المؤسسة في يعني في قطار التنمية في مصر؟ التنمية بمعنى التنمية البحثية والتنمية الفكرية والتنمية العلمية. هو هذه المؤسسة ممكن توصل مين لفين؟ هو طبعا مساندة القوات المسلحة القطاع المدني دي أنا شايفها مهمة. في بعض الأصوات يعني بتعارض هذا، لكن أنا يعني يمكن ألخصها في جملة واحدة. دولة زي الاتحاد السوفيتي السابق كانت عنده قوات مسلحة قوية جدا وقطاع مدني سيء أو ضعيف. انهار الاتحاد السوفيتي. إذا الركيزتين دول لازم يبقوا الاثنين أقوياء. فأنا دلوقتي كقوات مسلحة لما ألاقي في بعض النقط التي تحتاج مساعدة في القطاع المدني وأساعده، فأنا بساعد الدولة كلها عشان تقف على رجلها. يعني يكون قوات مسلحة قوية وقطاع مدني في ضعف يضر بالمؤسسة العسكرية. لا، هيضر بالدولة كلها بما فيها طبعا المؤسسة العسكرية. هتنهار الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية، وشفنا دول انهارت بالمنظر ده. فبالتالي المساعدة دي في منتهى الأهمية. ونيجي بقى للجزء العلمي، إن كيان علمي زي أكاديمية ناصر العسكرية هو كيان علمي يعني رفيع المستوى في العلم العسكري والسياسي. في يعني في دارسين من الدول العربية كلها، من أفريقيا، من دول آسيوية، في من القطاع المدني في الدولة. يعني ما هياش حكر على العسكريين. لا بالعكس، لأن العسكرية والسياسة وجهين لعملة واحدة. النقطة الثانية اللي بتنفرد بها أكاديمية ناصر إن هي دراسة الأمن وتحليل الأمن القومي
الداخلي والإقليمي والدولي، وتحليل التهديدات والتحديات التي بتواجه الدولة، وبناء استراتيجيات لمواجهتها. بمناسبة التحديات، احنا عندنا تحديات داخلية طبعا كتيرة وتحديات خارجية. طبعا. يعني ايه اهم التحديات المحيطة بنا هذه؟ طب احنا لو قلنا داخليا طبعا احنا التنمية، وما بقول تنمية مش قصدي تنمية اقتصادية بس، تنمية في جميع المجالات ما فيها التنمية السياسية. يبقى عندي أحزاب قوية وتستوعب الآراء المختلفة الموجودة في الشارع، دي برضو تنمية سياسية. تنمية اقتصادية طبعا يعني معروفة واحنا بنلمسها، وتنمية إعلامية، تنمية تكنولوجية. يعني التحدي احنا يعني نتمنى ان يعني فترة الانطلاقة ان شاء الله اللي بدأت مع المؤتمر الاقتصادي يبقى في انطلاقه في التنميه على جميع اتجاهاتها. بالنسبه هيدرس المؤتمر الاقتصادي ونتائجه في الاكاديميه؟ ده اكيد، ده هو اتدرس فعلا. يعني احنا دايما يعني متابعين باستمرار الاحداث اللي موجوده على الساحه، سواء داخلي او اقليمي او دولي. طبعا التحديات الاقليميه أنا بقول إنها تهديدات، لأن في فرق بين التهديد والتحدي. نعم. التهديد يؤثر على يقلل التنمية، آسف، التحدي يقلل التنمية، التهديد يؤثر على كيان الدولة. فبالتالي التهديدات الإقليمية دي تهديدات لأنها مأثرة على كيان دول موجودة في المنطقة العربية. صحيح. يعني احنا لو اتثابت هذه التهديدات ممكن نلاقي دول بعينها بعد سنوات يعني زي الحوثيين كده في اليمن. يعني احنا لو سيبنا الحوثيين ممكن نلاقي بعد فترة اليمن دي اتقسمت، ما بقتش في اليمن، بقت دولتين ثلاثة، أو العراق أو ليبيا وهكذا. فإذا الإقليم كله يواجه تهديد لأنه يؤثر على كيان الدول. مصر ليها دور، ومصر ليها دور يعني القوى العربية المشتركة. ويمكن في ناس بتقول في قوة عربية مشتركة إن شاء الله هتتم. أنا شايف إنها ولدت من رحم عاصفة الحزم. الاحتياج، يعني الاحتياج، التهديد هو اللي ولد القوة. ما هي دول بتشارك القوات المسلحة في عملية واضحة ولها أهداف واضحة. فعاصفة الحزم دي القوات دي ما هي قوة عربية مشتركة. التدريبات اللي ان شاء الله المشتركه اللي هتتم على ارض المملكه العربيه السعوديه واعلن عنها امس، طبعا دي نقطه برضو خطوه جيده. القمه العربيه قالت يعني او طلبت دراسه برضو القوه العربيه المشتركه، وحط لها توقيت ل4 اشهر. فدي كلها نقاط طيبه جدا على الطريق. فانا شايف ان التهديدات الاقليميه عاليه جدا في المنطقه. دكتور فكري، المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ القراءة بتاعت العالم مختلفة عن قراءتنا. احنا عندنا امال وطموحات، مش كده؟ ولا احنا لازم نبص من زاوية العالم نكون اصح، نبص له ازاي اقتصاديا؟ إذن قبل ما نخش على المؤتمر الاقتصادي بس اعلق على معالي اللي هو بالنسبة للتنمية. دور القوات المسلحة في التنمية يعني شيء ملموس وواضح. وإن أردت أن أضرب لك نموذجا، يعني شوف الطرق في الصعيد، الطرق الجديدة اللي اتعملت في الصعيد غاية في الروعة، غاية في يعني حاجة تفتخر بيها. طبعا. وده طبعا وده نابع لأن المؤسسة العسكرية صفة الانضباط بتنعكس على عملها. ففكرة الإدارة إدارة منضبطة. فلا محتاجين فعلا تنمية زي ما قال معالي اللواء في كل الاتجاهات. وفي فرق بين التنمية والتنمية المستدامة. التنمية المستدامة في تعريفها القديم قالوا ان هي يعني لا ينتعش جيل على حساب جيل قادم يدفع الفاتورة. صحيح. حتى في تعريف جديد تاني لانه بتتغير التعريفات حسب الحاجة، يعني انها تراعي الابعاد البيئية والاجتماعية الاخرى. يعني مسألة التنمية شيء هام، والقوات المسلحة بتلعب دور كبير جدا في هذا الموضوع. اما بشأن المؤتمر الاقتصادي العالم كله يشهد، والحقيقة يمكن حضرتك تعلم ان في مؤتمر، في وفد من البنك الدولي الآن بيزور القاهرة وزاروا أسوان وضخوا $1.2 مليار دولار. وحضرتك تعلم ان عرض المشاريع في المؤتمر الاقتصادي يعني وضع مصر في منطقة أخرى. أثبت للعالم كله هذا المؤتمر أننا في طريقنا إلى التحسن وفي طريقنا. أسأل حضرتك سؤال استيضاحي شوية. اتفضل. البنك الدولي بيصرح كل شوية تصريح مغري للشعب المصري إنه مصر تصنيفها الائتماني ارتفع فتستطيع أن تقترض براحتها. طب إحنا
امتى نوصل ان احنا نقرض وليس نقترض؟ مساله الاقتراض دي بقت حساسه. انت اقرضت بالفعل بريطانيا زمان. يعني احنا لا ما خلينا فهذه سابقه يعني ان شاء الله سنعود اليها. يعني احنا بنحاول نظهر نستلهم الماضي يعني. احنا نستلهم الماضي وننطلق الى المستقبل. لان فعلا يعني. مساله ان احنا نقترض دي حساسه الجيل كامل. اول خطبه كان قالها رئيس السادات الله يرحمه، انا استلمت البلد مديونا مع عبد الناصر، وانا فاكرها كويس قوي زي اسمي. شوف إذا يعني الكلمه دي حساسه عندنا. اذا احسنت التخطيط الى المستقبل، يعني ايه التخطيط الى المستقبل؟ ان انا انفذ الى المستقبل واغير في نتائجه بتغييري في المدخلات. للاسف احنا في الامه العربيه او المنطقه العربيه الفص الايمن مسؤول عن التخطيط والايسر مسؤول عن التنفيذ. عدم القدره على التخطيط ونصطدم بالواقع في الاخر يعني. فاذا كنت قادر على التخطيط السليم والرؤيه واضحه ستصل الى هذا. وان شاء الله يعني هناك امل كبير جدا في أن يعني نصل إلى غايتنا، وأن تعود مصر إلى سابق عصرها، وتعود مصر إلى الريادة مرة أخرى إن شاء الله. عايز نشوف مع بعض بس تقرير تصور عن العلاقات العربية الأفريقية وتأثير الإرهاب برضو على الأمة وعلى أفريقيا، لأنه نعم. تقرير من التقارير المهمة اللي ممكن يلقي الضوء على ما نتحدث فيه. فنشوف مع بعض التقرير ونعود برضو. طبعا المؤتمر اللي بيعمله مركز البحوث معهد البحوث والدراسات الإفريقية في الحقيقة مؤتمر بالغ الأهمية، نظرا لأن الإرهاب النهاردة لم يعد ظاهرة محلية تقلق دولة من الدول، ولكن أصبح النهاردة الإرهاب له بعد عالمي وإقليمي وقاري. النهاردة الإرهاب بيهدد كل الدول في الحقيقة، وإذا كسر دولة بيمتد إلى أخرى وليس له في الحقيقة حدود. ولذلك تأتي أهمية هذا المؤتمر من حيث أنه يدرس هذه الظاهرة في إفريقيا، لأن في الحقيقة فيه النهاردة في الدولة الإفريقية في القارة الإفريقية نزعات إرهابية تتدثر سواء بالدين الإسلامي أو الدين المسيحي، وبتخلط المفاهيم وبتستقطب تيارات شبابية ضخمة جدا. ولذلك لابد من أن المواجهة ليس فقط تكون مواجهة أمنية، ولكن المواجهة يجب أن تكون مواجهة شاملة. البعد الأمني أحد أبعادها، كمان البعد الثقافي، لأنه تعرية هذه الأفكار والوقوف ضدها أمر مهم جدا، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون هناك رؤية قارية. النهاردة الإرهاب في نيجيريا ليس بعيدا عن الإرهاب الموجود في ليبيا، ليس بعيدا عن الإرهاب الموجود في مصر، ليس بعيدا عن الإرهاب الموجود في المغرب العربي. توحيد الجهود وإعادة إنتاج الفكر الوسطي سواء فيما يتعلق بالثقافة أو الدين، دي مسألة مهمة جدا. النهاردة معركة الإرهاب هي معركة بتستهدف وجود الدولة وبتسعى إلى تفكيك الدولة، ولذلك لابد أن نواجه ده باتحاد الدول ووقفتهم وقفة كاملة ضد هذا الإرهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. مما لا شك فيه أن أصبح الإرهاب المتأسلم بين مزدوجين ثقيلين هو موضة هذا العصر إذا جاز التعبير، هو الخطر الداهم على المنطقة. أصبح أداة دولية يستخدمها المشروع الصهيوني أمريكي، باختصار نجيب من الآخر، لتفتيت المنطقة، لأنه هو في إطار الجيل الرابع من الحروب. أصبح الآن أمريكا بعد فشلها في أفغانستان وفي العراق لن تقحم نفسها في حروب مرة أخرى بقوتها، ومن ثم يحصل تفتيت، مرة أساس سني شيعي مذهبي، مرة أساس عرق. كان زمان في الماضي كان الصراعات العرقية أيام سايكوس بيكو لما قسموا المنطقة ياخدوا القبيلة توتسي هوتو يقسموها على 4 دول عشان تظل نزعة كنانة في المستقبل. النهاردة بقى لقوا حاجة أجمل. طب ما احنا عندنا بوكو حرام
بنت مين في نيجيريا دي اللي عامله نفسها حاميه الاسلام وضد المشروع الغربي. فلقوا ان الموضوع ممكن انتشاره اكبر وتاثيره اكبر بالجانب العقدي الديني، لان العرقي في الحروب الاهليه كانت مشكله القاره خلصت. جنوب افريقيا توتسي وهوتو يحصل مصالحات وتعويضات تنتهي المشكله. لا، هو عاوز حرب ممتده. العقيده هنا بقى، يبقى العرقي هنا ما بقاش يسعف معاه. العرقي في النهايه اصبح الدول الافريقيه تفطن الى هذه المساله، وبقت موضه قديمه ادمت وعرفنا نتعامل معاها وخلصت. ما بقاش دلوقتي في صراعات عرقيه كبيره في افريقيا. يعملوا ايه بقى؟ لا، يمتد الارهاب من العالم العربي، الارهاب المتوسط، الى افريقيا ايضا لتفتيتها ايضا، لان مش هتتساب. لان الشرق الاوسط الكبير فيه بترول. القاره الافريقيه يا جماعه هي يعني كنز العالم لسه لم يكتشف. يعني الاستعمار التقليدي كان خد شويه مغانم ووقفت، دلوقتي بقى استعمار بشكل اقتصادي. حتى سد النهضه واقفين لنا فيه شركات متعدده الجنسيات، الفاعلون غير الدوله، مش دول بس، وبنك دولي وبتاع. الصراع بقى كبير. فنفتت بقى المنطقه دي ازاي؟ بالجانب العقدي ده. فتيجي نيجيريا تتكلم مش عارف ايه، يجي مختار بالمختار في مالي وتشد، فاصبح يعني بقى فيروس سرطان انتشر في العالم كله. طيب ايه خطورته؟ ان الارهاب المتاسلم ده له امتدادات اقليميه ودوليه، وتشارك فيه اجهزه مخابرات ودول في دعمه. اما لما تقول لي توتسي وهوتو، هم شويه توتسي على شويه هوتو جنبهم في الجوار، دول يساعدوا دول، دول يساعدوا دول، تخلص. مش هيجي توتسي هوتو يبقى حالنا هنا مثلا في مصر، لكن ده يبيعه في اي دوله في العالم. هذه الظاهرة الآن تبحث في مستويات متعددة، وهي يعني هي ظاهرة متعدية لا تقف يعني في حدود دولة بعينها الآن. ونحن نعلم أن هذه الظاهرة الآن هي تؤرق الشعوب وتؤرق الدول، لأنها تستهدف، هي فعلا تستهدف بنية الدولة وتستهدف القيم الأساسية في التماسك الاجتماعي للشعوب. ولذلك تتضافر الجهود هنا وهناك من أجل مواجهة هذه الظاهرة، ومن أجل البحث في مقاربة تشخص أسباب هذه الظاهرة، وتحاول أن تضع من التوصيات والإجراءات ما يحد منها، وما إن شاء الله يعني يكف شرها عن الجميع. نعود لحضراتكم مرة أخرى، نتابع برنامجنا العاصمة والناس وقناة القاهرة، القناة الثالثة دائما معكم عبر شاشة قناة القاهرة. الحقيقة ضيوفنا زي ما قلنا لحضراتكم السيد اللواء أركان حرب هشام الحلبي، وأيضا الأستاذ الدكتور فكري السعيد عبد الرحمن. الحقيقة كنا بنتكلم يعني يمكن في مسألة التنمية، والتنمية يعني بشكل عام في مصر ليها تحديات. حضرتك قلت طبعا في تحديات، هو في تحديات داخلية والأمة العربية كلها بتواجه تهديدات. هرجع بقى للسؤال اللي كنت عايز اساله حضرتك، قلت هنتوقف عنده لانه مش، لكن هو مستفز جدا للواحد. ان اوروبا يمكنها ان تلعب دور، تكسب فلوس وتعمر اقتصادها وتحيي شعوبها من خلال التعاون مع اسيا وافريقيا باعتبارهم امتداد جغرافي طبيعي في نسيج واحد بيجمعنا. أيوة. وهنا يبقى في تنميه واوروبا تمتلك التكنولوجيا والعقول واحنا، لكن في نفس الوقت امريكا بتشتغل في عامله زي المغناطيس الكبير، عمال يجذب اوروبا ناحيتها، فاوروبا بتسمع كلام امريكا وبتسيبنا. يعني انا مش بقول ان اوروبا وحشه لا، الدور الامريكي في الشرق الاوسط تحس انه اقوى من الدور الاوروبي. يعني لا، امريكا اوروبا او الدور الاوروبي قد يكون له بعض التبعيه للدور الامريكي يعني. بس العقليه الاوروبيه فيها شوبان وفيها فيها لا فيها شكسبير، بلاد ليها. العقليه الامريكيه ما فيهاش غير رامبو. كانت امبراطوريات يعني فرنسا وانجلترا. لا انا هو في طبعا من بعد الحرب العالميه الثانيه الاستخدام قوى الدوله الشامله للولايات المتحده الامريكيه كان استخدام محترف ضمن خطة ورؤية بعيدة المدى، بيشتغل على العالم كله، مش على يعني الامريكتين او لا، بيشتغل على العالم كله. المجال الحيوي بتاعه، المجال الحيوي هو الكرة الارضية. فبالتالي قادر يحط رؤية بعيدة المدى. تمام. عنده قدرات، عنده قدرات عسكرية، اقتصادية، اعلامية، تكنولوجية. يعني الدولة تكنولوجية. وبعدين لما بقول تكنولوجيا، ما في دول كتير بتمتلك التكنولوجيا، لكن التكنولوجيا وسعرها رخيص، فبالتالي قادره انها تبقى واسعه الانتشار. وربنا اداهم من على واسع، عنده فيسبوك وتويتر لا يعني شوف اكبر 10 شركات تكنولوجيه في العالم في المجال الحاسبات
والسوفت وير هتلاقيهم يعني امريكا يمكن في الاوائل. صح. فبالتالي هذا الموضوع يعتبر من ضمن قوى الدوله الشامله. وقوى الدوله الشامله دي نقطه مهمه جدا، بتتضرب بقى حتى في الاراده. فعنده حريه اراده في استخدام قدرات الدوله الشامله في العالم كله، فده مديله يعني وضع في العالم اعلى من دول اوروبا. مش عارف، انا مش قادر يا دكتور سامي في نفس النقطه دي عارف والله يعني انا هضرب لك مثال في بعض رجال الاعمال الامريكيين، وحضرتك تقارن بينهم وبين رجال الاعمال في مصر او السلوكيات يعني في تصرف الفكر. واحد اسمه وارن بافيت، هذا الرجل رجل الاعمال الامريكي المحترم، راى من تلقاء نفسه ان الضريبه المفروضه على الارباح التجاريه الصناعيه على الدخل اقل بكثير مما يجب، فطالب بزياده معدل الضريبه. حذى حذوه 120 رجل اعمال امريكي. يعني نموذج. يبقى هذه الدوله التي تعمل زي ما قال سياده اللواء بالقدرات الشامله الاقتصاديه والعسكريه والعلميه والتكنولوجيه. حضرتك هنا بتستخدم تكنولوجيا، هل انت منتج للتكنولوجيا؟ لا. انت احيانا يصعب عليك الاستخدام وتحتاج الى دورات فيه. طب احنا نوصل يعني احنا مصر، يعني انا بس هو السؤال هنا دايما يخصنا يعني شوف اعدائنا في الداخل والخارج كثر، وللاسف الشديد يعني اريد ان اركز على يعني من خلال هذا البرنامج المحترم على نقطتين اساسيتين يعني حدثتا منذ يعني 4 أو 5 أيام. نعم. تخيل هناك نية مبيتة لتشويه وإيقاع يعني هذا التلاحم العربي المصري الذي ننشده جميعا. حد في مواقع التواصل الاجتماعي صور صورة من جريدة لا تستطيع أن ترى يعني أي مكان يعني لمصدر هذه الجريدة أو إلى من تنتمي يعني. ومكتوب فيها مطلوب عمالة ومهندسين ومش عارف ايه عدا الجنسيات المصرية. أيوة. وأسندوها إلى أنها تخص دولة الكويت الشقيق. تأويلا طبعا طيب. مفيش كلام. أنا عشان بس وقت البرنامج هيبقى ليا سؤال يعني واحد نختم بيه. التحديات دي والجيل الرابع ده محتاج قوة ناعمة عالية وصحصحة في مصر وفي الأمة العربية. محتاج وعي ناعمة، يعني أقصد أقول وعي عالي جدا، إنه في إنجازات بتحصل على أرض الواقع دلوقتي، لابد إن الفن يعبر عنها والثقافة تعبر عنها، ونعمل نرصد ده، لأن ده هيتجسد، ده يتعمل له تأصيل ويتعمل له تأريخ عشان الأجيال اللي جاية، وعشان إحنا كمان نرفع راسنا، وعشان نواجه حرب الشائعات. احنا المؤسسة العسكرية نعرف ان بتنتج، يعني الشؤون المعنوية بتنتج، لكن هل ده كافي؟ لا، انا قصدي مهم قوي حته الوعي، والوعي في داخله حتى لو انا الوعي ده بيبقى في اتجاه الدول العربيه او اتجاه الاقليم، ما هو يمتزج بالقوى الناعمه. الوعي الداخلي مهم، ومن يمتلك تجمعات هو مسؤوليته على الوعي اكبر، يعني المدارس، الجامعات، النوادي، الاعلام وهكذا. فدي نقطة مهمة. والقوى الناعمة لمصر يعني إن شاء الله بإذن الله نتمنى أنها تعود إلى سابقها وتكون أكثر يعني في مجالها الحياة. كلمة أخيرة يعني بنقول الوعي إلى متى نعي أنهم يريدون أن ننكفئ على مشاكلنا ولا نخطو إلى الأمام؟ الأمر أصبح واضحا جليا لكل الناس. لابد أن يعني مزيد من الوحدة العربية، مزيد من مشاركة القرار الدولي ألا ينفرد لنفسه ولا يعمل حسابا للمنطقة العربية. يريد أن يعمل لحسابنا. نعم. وهذا لن يتأتى إلا بالتكتلات، لأن هذا الزمن لا يعرف غير التكتلات الكبرى. يا رب. أنا مع حضرتك. أنا وصلتني حاجة كده إشارة صغيرة إن إحنا قربنا من البريكس. اتمنى ان احنا ننضم للحلف ده، ان يكون فتحه خير. ما اعرفش، هي تاويل شخصي يعني. اشكر ضيفي الكريمين سيد اللواء اركان حرب هشام الحلبي، مستشار باكاديميه ناصر العسكريه وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه، عضو الجمعيه المصريه للامم المتحده، وايضا الاستاذ الدكتور فكري السعيد عبد الرحمن استاذ الاقتصاد. شكرا لحضراتكم، وايضا شكرا لكم اعزائي المشاهدين. الى اللقاء يجمعنا دائما معكم عبر شاشه قناه القاهره وحلقه من برنامج العاصمه والناس، فالى اللقاء.